السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا من جديد أخواتي في قناتكم عالم إيمان أم البنوتات. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وأحوال طيبة بإذن الله. كنرحب بالأخوات اللي انضموا معايا للقناة والأخوات اللي كانوا معايا منذ البداية. شكر كبير لكم أخواتي على تشجيعاتكم، على تعاليقكم الزوينة اللي كتخليو ليا، الله يخطيكم عليا. بالنسبة للاقتراح ديال اليوم، كيف ما كتلاحظوا معايا أخواتي، بغرير كيجي خفيف مفشفش مجعب، ما تشبعوش منه. ندوزو المكونات وطريقة تحضير الوصفة. بالنسبة للمكونات، عندي واحد زلافة مملوءة من السميد الرقيق ديال الحرشة، وعندي زلافة الا ربع ديال الدقيق الفورس رطب، عندي واحد المعلقة صغيرة ديال سكر سنيدة حبيبات مع عمراش، وعندي معلقة كبيرة ديال خميرة فورية، ملح، وعندي نصف خمارة حمراء وزن 8 غرام. كنضيف الملح وخميرة الحلويات وسكر سنيدة اللي كيبقى على حسب الذوق، ممكن تستغناو عليه. انا باش يجيني البغرير محمر ضفت ديك نصف ملعقه صغيره، ممكن تستغناو عليها. كنضيفوا الخليط ديال الدقيق والسميد، كنخلطو مزيان حتى كتنسجم ليا المكونات. من بعد كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي، كنضيف الخميره الفوريه وكنبدا نضيف الماء تدريجيا. غادي تشوفوا المقدار اللي غادي نحتاج لهاد الكميه اللي عندي. ضفت الزلافه الاولى ديال الماء ونصف، ما كيكفينيش. من بعد كنضيف زلافه اخرى غير مملوءه. المهم الماء كيبقى على حساب الخليط، خاص الخليط يكون خفيف نوعا ما كيف ما غادي توضح لكم الصوره. كنبدا نخلط جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كيولي عندي الخليط بهذا القوام هذا كيف ما كتلاحظوا خفيف. كنجيب مولينكس وكنطحنو جيدا حتى كتنسجم ليا العناصر وكيرجع عندي بهذا الشكل. صافي كنغطيه بالسلوفان وكنخليه يرتاح حتى كيختمر ليا، وندوز معكم لتتمه الوصفه. الا وصلتوا لهنا البنات، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق اللي كتخليو ليا وكتفرحني بزاف، لا يخطيكم عليا. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي اول مره يشوفوا القناه، كنتمنى ان شاء الله تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. هذا هو البغرير من بعد ما اختمر لي اخواتي، كيرجع بهذا الشكل، كيتضاعف الحجم ديالو وكيرجع القوام ديالو ثقيل كيف ما كتلاحظوا معايا. كناخذ مقلاة كنديرها تسخن واحد شويه وكنبدا بتشكيل البغرير ديالي بهذه الطريقه. شوفوا ما شاء الله كيجي غزال مثقب بحال الشهده، والمذاق ولا اروع. كيجي خفيف رطب ما تشبعوش منه. انا متاكده الا جربتوه بهذه الطريقه غادي ينال الاعجاب ديالكم. القاعده ديال البغرير هي اننا ناخذ واحد زلافه مثلا من السميده، ونصف الكميه ديال السميده كناخذوها دقيق. انا كندير الكميه ديال السميده وتقريبا الكميه الا ربع ديال الدقيق، ما كيكونوش مفارقين بزاف، وكيجيني كيف ما كتلاحظوا زوين رطب غزال ما تشبعوش منه. ما شاء الله كيجي مثقب. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. كان تحت طلب صاحبتي واختي عائشه من كندا اللي كنوجه لها التحيه، كنقول لها عواشك مبروكه والله يحفظ لك وليداتك، توحشتك بزاف. وكنوجه التحيه لجميع المغاربه اللي خارج ارض الوطن. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح يعجبكم، غادي ينفعكم للشهر الفضيل. وكيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما كنسالي الكميه اللي عندي كنحصل على بغرير بهذا الشكل هذا، خفيف رطب مجعب. غادي نجرب معكم وحده باش تشوفوا القوام ديالو كيف كيجي من الداخل، ما تشبعوش منه. وبالنسبه للحجم ديال البغرير ممكن تشكلوه بالحجم اللي بغيتو، انا كنفضلو يكون صغير. ممكن تشكلوه بحجم كبير. ما شاء الله كيجي مثقب بحال الشهده، كيجي خفيف، كيوجد بسرعه كيف ما لاحظتوا معايا. المكونات جد بسيطه موجوده في كل بيت. كنقدموا مع العسل بالشكل اللي موضح في الصوره.
بالنسبه للقوام ديالو كيف ما قلت لكم اخواتي كيجي مجعب. غادي نجرب معكم وحده. كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي محمر. ممكن تستغناو على سكر حبيبات اللي ما كيبغيهش محمر. انا باش يتحمر ليا درت ليه السكر ماشي اجباري، كيبقى اختياري. شوفوا ما شاء الله كيجي خفيف مجعب ما تشبعوش منه. انا متاكده الا جربتوه بالطريقه اللي شاركت معكم غادي ينال الاعجاب ديالكم. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. خليت لكم الراحه، تهلاو ليا في راسكم. الى اقتراح قادم وفيديو جديد ووصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.